تخيل يا صديقي انه في عامل بناء بيبني بيت وبيضع طوبة فوق طوبة، اكيد هيبقى بطيء جدا وهياخد منه وقت كبير جدا. لكن تخيل لو اخترعنا اختراع يدينا طبقة من الطوب مع بعض، بحيث نحط طبقة فوق طبقة فوق طبقة، اكيد الموضوع هيبقى اسرع بكتير جدا. وكذلك اللغة يا صديقي، لما بتتعلم كلمات منفردة بتضطر تفكر في كل كلمة لوحدها، وده بيخليك بطيء جدا. اما بقى لو بتتعلم جمل كاملة او phrases، ده هيخليك تتكلم بسرعة الصاروخ. في الفيديو ده ان شاء الله هشارك معاكم 5 اسرار لو طبقتهم هتتكلم بسرعة الصاروخ. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسلام وانت بتتفرج على ايزي انجلش. اول سر يا جماعه معانا عشان تتكلم بمنتهى السرعه وهو انك تتعلم التشانكس. ايه بقى التشانكس؟ هي مجموعه من الكلمات دايما بتيجي مع بعض، والتشانكس دي ممكن تبقى واحده من 3 حاجات. اول حاجه ممكن تبقى collocations. ايه بقى collocations؟ معناها متلازمات لفظيه دايما بتيجي مع بعض، وهتلاقيها في كل اللغات. فمثلا لما تيجي تتعلم كلمه shopping معناها التسوق، بلاش تتعلمها لوحدها، ولكن اتعلم الكولوكيشنز اللي دايما بتيجي معاها. weekly shopping، online shopping، late night shopping. كمان تعلم الافعال اللي دايما بتيجي معاها. فلو عايز اقول يتسوق او يذهب للتسوق فممكن نقول do shopping او go shopping. وميزه الكولوكيشن ده يا جماعه انها ready made sentences، يعني قوالب جاهزه، مش هتحتاج تفكر في كل كلمه لوحدها. فمش هتحتاج تقول هي make shopping ولا do shopping، لا، انت عارف اصلا انها do shopping فهتقولها بسرعه. وتخيل معايا صديقي الكولوكيشن دي هتختصر معاك قد ايه. فمثلا لو عايز اقول احنا كنا بنعمل التسوق الاسبوعي بتاعنا، شوف هقولها في قد ايه. We were doing our shopping, you know, from Monday to Saturday, the shopping for the week. وليه نقول الجمله الكبيره قوي دي لما احنا ممكن نختصرها في كلمه weekly shopping؟ فنقول we were doing our weekly shopping. اسمع كده. Because we were doing our weekly shopping. Because we were doing our weekly shopping. تاني نوع يا جماعه معانا من التشانكس هو ممكن يبقى idiom. يعني idiom يعني تعبير مجازي. فمثلا أنا am أكون، in في، pickle معناها مخلل. كلمات منفردة ملهاش معنى، ولو ترجمتها ترجمة حرفية هتقول I am in a pickle، أنا في المخلل. حتى يا راجل جوجل بجلالة قدره لو دخلتها عليها ترجمها أنا في المخلل، في حين إنه ده idiom معناه أنا في ورطة. لو عايز أقول أنا في ورطة بقول I am in a pickle. بص معايا يا صديقي، كل الكلمات اللي موجودة في الايديوم ده كلمات بسيطة وبدائية جدا وأنت أصلا عارفها. لكن لو انت حافظ كلمات منفردة كنت هتعرف من فين انه ده ايديوم معناه ان انا في ورطة. ودي ميزة ان انت تحفظ phrases او ايديوم ما تحفظش كلمات منفردة. اسمع كده. I am in a pickle. What? I'm in a pickle. I'm sure in a pickle. And I guess we're in a pickle. I'm really in a pickle now. What? I'm in a pickle. النوع الثالث من التشانكس يا حبايب هو اسمه فيلر. يعني ايه فيلر يا عم اسلام؟ هي كلمات ملهاش معنى ولكننا بنحشرها وسط الكلام عشان ندي نفسنا ثانية او ثانيتين على بال ما نفكر في الاجابة اللي احنا عايزين نقولها. فبلاش يا صديقي لما حد يسألك سؤال او تكون في مقابلة عمل تعطل وتفضل تقول طب هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما اهل اللغة بيعملوا، لما بيعطلوا في الكلام بيستخدموا واحدة من الكلمات دي عشان يملوا بيها الفراغ على بال ما يفكروا في الاجابة اللي هم عايزين يقولوها. اسمع بقى شوية المشاهد دول واللي فيهم أهم الفيلرز اللي بيستخدموها أهل اللغة نفسهم، ومن باب أولى إحنا نستخدمهم زيهم. To be honest, like not. To be honest, like not. To be honest, You know, they are. You know, I mean. I guess important in. I guess sure, I guess. فالمهم يا صديقي لازم تقول To be honest, وتكمل على طول بدل ما تقول وتعطل. السر التاني يا جماعة، والسر ده حرفيا هيشتغل معاك وكأنه سحر، وهو ايه؟ Listen, repeat and then say the sentence on your own. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هتسمع جملة، وركز معايا انا بقول تسمع، مش تقرأ في كتاب ولا تشوفها في تكست بوك. تسمع سنتنس وبعدين تحاول تقولها بطريقتك انت بكلماتك انت من غير ما تغير المعنى. تبدأ بحاجات سهلة وبعدين تعلى شوية بشوية لحد ما تسمع الموضوع كامل وتقوله باسلوبك انت. تعال نجرب، خلينا نسمع. how are you doing?
how are you doing. ممكن نقولها how's it going أو how have you been. تعال نسمع حاجة تانية كده. I am fine. I'm fine. ممكن نقولها بطريقة تانية فنقول I'm doing well أو ممكن نقول I'm doing great. طب تعال نعلى بالمستوى شوية. اسمع كده. What school do you go to? What school do you go. ممكن نعبر عن السؤال ده بسؤال تاني ونقول Which school do you attend. أو ممكن نقول Where are you going to school. السر ده لوحده لو استمريت عليه وطبقته هتتفاجئ بمستواك. جربها وادعي لي. السر التالت يا جماعة معانا هو الجملة دي، وعايزك تحفظ الجملة دي زي اسمك. Fluency is over accuracy. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطلاقة أهم من الدقة، وأنا عايزك بقى تركز على النقطة دي في الأول. في الأول ما تركزش على أخطائك، يا ترى هستخدم present simple ولا past simple، يا ترى هستخدم with ولا to ولا for. في الأول ركز على الطلاقة، إن أنت تستدعي الأفكار اللي في دماغك وتعبر عنهم بالإنجلش بمنتهى السرعة من غير توقف. والفكرة دي كنت أنفذها مع الطلبة اللي كنت أدرس لهم في السكول. لما كنا ندرس أي تكست كنت أوقفهم وأقول لهم يا جماعة أقفوا اتكلموا وقولوا لي انتوا فهمتوا ايه من التكست ده بالانجلش، وما كنتش اعلق على اي اخطاء. قال ديد مكان داز ما كنتش اعلق، قال اس ما قالش اس، اي اخطاء كانوا يقولوها ما كنتش اعلق عليها، لان انا كنت مهتم في الاول ان انا اديهم ثقه في نفسهم واخليهم يتكلموا. وفوجئت يا جماعه على اخر السنه ان اولياء الامور بيكلموني ويقولوا لي ايه اللي انت عملته في الولاد ده؟ ايه اللي حصل لهم؟ الولاد بيتكلموا انجلش بكل ثقه وكانهم بيتكلموا عربي. وده اللي انا عايزك تعمله في الاول. في الاول ركز ان انت تتكلم بطلاقه وتعبر عن الافكار اللي عندك بمنتهى السرعه، وبعدين اتعلم ان انت تقولها بطلاقه مع الدقه، وده هيجي مع البراكتس ومع الوقت. السر الرابع يا جماعه معانا هو think before you speak. يعني فكر قبل ما تتكلم. قبل ما تتكلم في اي حاجه ادي نفسك ثانيه او ثانيتين، رتب الافكار اللي انت عايز تقولها او الجمل اللي انت عايز تقولها او الفريزز اللي انت هتستخدمها. صدقني الفكرة دي ممكن تشوفها تافهة جدا أو بسيطة جدا، لكنها هتحميك من التوقف وهتزود ثقتك في نفسك وهتخليك تتكلم بمنتهى السرعة ومنتهى الطلاقة. السر الخامس يا جماعة معانا هو time yourself speaking. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سجل لنفسك وقت محدد وانت بتتكلم. تعالى كل يوم قبل ما تنام قدام المراية. حددنا الزمان قبل ما تنام عشان تلتزم بيه، وحددنا المكان قدام المراية، واعمل نفسك تايمر. يا جماعة انا هتكلم لمدة 30 ثانية، مش هتوقف مهما حصل، واتكلم لمدة 30 ثانية وبعدين خليهم 45 ثانية وبعدين خليهم دقيقة. طيب هتكلم في ايه يا عم اسلام؟ عندك الموقع ده goodluckielts.com. هات التوبكس عن الموضوعات، هتلاقي اسئله عن الفاميلي، عن الورك، عن الفريندز وهكذا. جاوب الاسئله دي وقف قولهم. سجل لنفسك وانت بتقول الاجابات دي قدام المرايه كل يوم. اعمل التمرين ده وواظب عليه وصدقني هيغير حياتك. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو عجبك الفيديو لايك كومنت شير. We thank you for watching guys. I'll see you next video.